النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية بطاطس بالفراخ طعمها يجنن. دايبة دوب وريحتها خطيرة. عايزة أقول لكم إن دي أكلتي المفضلة، لازم أعملها مرة كل أسبوع. تعالوا بقى يلا كده نشوف المكونات مع بعض. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أول حاجة بقى عندي 3 حبايات طماطم كبار، أنا بشرتهم في المبشرة بشر خشن. عندي حبايتين بطاطس متوسطين. عندي هنا برضو بصلتين كبار قطعتهم بالشكل ده، قرن فلفل. عندي بقى التوابل بتاعتي ملح فلفل كمون كركم كاري 7 بهارات. توابل فراخ. دي كده كل البهارات اللي انا هستخدمها النهارده. يلا بقى كده مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا نقطع البطاطس بالشكل ده. انا طبعا هنا قسمت البطاطسايه نصين وبقطعها كده، يعني التقطيع بتاعي ما يكونش ولا هو تخين ولا هو رفيع، ونركز ان كل التقطيع يكون متساوي كده. خلاص اغسلها بقى كويس جدا واصفيها من الميه بتاعتها. يلا بقى كده الصينيه بتاعتي هنزل بقى عليها بالبصل وبعدين التوابل. هبدأ بقى كده ان انا ادعكهم مع بعض كويس جدا لحد ما البصلة تدبل معايا. شايفين؟ هو ده كده شكلها بعد ما دبلت معايا. يلا بقى على النار هنزل بقى عليها بمعلقتين من الزبدة وشوية زيت. هبدأ بقى اقلبهم مع بعض كده حوالي من دقيقتين ل3 دقايق. هفضل اقلب بقى فيها كده لحد ما البصلة تدبل معايا. شايفين بقت عاملة ازاي؟ ده كده شكلها. هنزل بقى عليها بمعلقة توم، دي بتخليها في حتة تانية بصراحة، يعني التوم تحفة تحفة جدا معاها. هنقلبهم بقى كده مع بعض. يلا بقى نبدأ ننزل عليهم بالفراخ. شايفين الفراخ انا قطعتها ازاي؟ طبعا بعد ما غسلتها كويس جدا وصفيتها من المية بتاعتها. هبدأ بقى انزل كده بالفراخ بتاعتي على الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هخلي الوش بتاعنا كده ياخد لون. بعد حوالي دقيقتين برضو هبدأ بقى كده ان انا اقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. برضو هسيبها على الناحية التانية تاخد لون، وبعدين هبدأ بقى كده ان انا انشلها في طبق خارجي زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى البطاطس بتاعتي بعد ما غسلتها وصفيتها من المية هبدأ بقى ان انا انزل بالبطاطس. هقلبها كده في البصلة بقى شوية حلوين كده. هنا بتتشرب بقى كده من الصوص بتاع البصل. خلاص كده اركنها بقى على جنب، وبعدين هبدأ بقى ان انا انزل بالفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هجيب البطاطس بتاعتي بقى ووزعها على الوش. هخليها كلها كده تبقى على الوش بتاع الفراخ زي ما انتوا برضو شايفين كده. كده خلاص تكون خلصت معايا. هبدأ بقى ان انا انزل عليها بالطماطم. وطبعا انا هنا حطيت نص مج من المية المغلية. يفضل ان احنا نحط ربع مج وممكن ما نحطش مية خالص. يعني لو انتوا مش بتحبوا الصوص بتاعها يكون كتير ممكن ما تحطوش مية خالص، لكن لو بتحبوا فيها الصوص شوية يبقى نحط ربع مج. انا هنا حطيت نص مج بس حسيت ان هو زيادة شوية. هنزل بقى عليها بالقرن الفلفل بتاعي اللي انا قطعته شرايح كده. ههزها بقى هزة بسيطة كده وبعدين هرش عليها رشة زيت. كل ده طبعا انا بعملها على البوتاجاز من فوق. هبدأ بقى بالورق الفويل بتاعي واغلفها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هسيبها بقى على عين البوتاجاز، مش هدخلها الفرن. هسيبها كده لمدة نص ساعة هتستوي معايا. وده كده شكلها بعد ما استوت معايا بعد نص ساعة. تحفة ريحتها مش عايزة اقول لكم تجنن. هدخلها بقى الشواية تاخد وش بقى كده. وده كده شكلها بعد ما خرجت معايا من الفرن. مش عايزة اقول لكم على ريحتها خطيرة يا جماعة تجنن. بجد بجد لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا غيرها ابدا. تعالوا بقى كده نشوفها مع بعض. شايفين؟ شايفين الفراخ عاملة ازاي؟ دايبة جدا. والبطاطس هي كمان السوا بتاعها مظبوط ولا غلطة. جربوها وقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات.